بنفشنتي حوريانتي بنفشنتي. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. شيخوين شيريني كسوك وينيني شيخوين شيريني كسوك وينيني بوهروشيني شاهو سرقلي بوهروشيني شاهو سرقلي. خد يا قردني يا رام بتهني خد يا قردني يا رام بتهني نازوروكني يا رام بتهني نازوروكني يا رام بتهني شابرشان توي غزلان شابرشان توي بنفشان توي حوريان توي غزلان توي حوريان توي غزلان توي. سبك بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. سبك يارا زور جوان نازكا بجن زرا دمي وكلين لكري ابوخنا يارا زور جوان نازكا بجن زرا دمي وكلين لكري ابوخنا يارغو من ددي بشعبان ذكر سلاف عنشيد سوجة لمن قلتك وناف عنقو من ددي بشعبان ذكر سلاف عنشيد سوجة لمن قلتك وناف عنشيد صوتية لمن قلتك وناف ياران زوجوان نازكا بجن زران ديما وقلك ذكري ابوخنا ياران زوجوان نازكا بجن زران ديما وقلك ذكري ابوخنا يا قوم من دليل تشافى ذكر سلام يا جيد صوجي جمن قرشك وهنا شافان ذكر سلام يا جيد صوتي لمن قلتك وناب عنشي صوتي لمن قلتك وناب. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا.
يسعد أوقاتكم مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام بحلقة جديدة من برنامجكم الخاص عن الصحة النفسية والجسدية. معي أنا شف حسن. عم تسمعونا عبر الموجة 103.5 من قامشلو وريفها، وعبر البث المباشر لصفحتنا على موقع الفيسبوك بوير عربي. عم ترافقونا مشاهدة. موضوع حلقتنا لليوم رح بيكون عن الرضاعة الطبيعية من الجانب النفسي، ولنتناول هالموضوع معنا بالاستديو الأستاذ راكان الأحمد، أخصائي نفسي. سعد صباحك أستاذ. صباحك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. بداية أستاذ راكان، خلونا نحن والمتابعون نستمع لمقدمة البرنامج التعريفية يلي أعددناها حول موضوع حلقتنا، وبنرجع لنبدأ حوارنا معك. طيب، أهلا وسهلا. تفضل. تعتبر الرضاعة الطبيعية هي أسلوب التغذية الهام الذي يؤمن للطفل الكثير من الاحتياجات الغذائية والضرورية لنموه، إلى جانب فوائدها من الناحية النفسية لكل من الأم والطفل، حيث قد تمر الأم المرضع في الفترة التي تلي الولادة أي النفاس، والتي تعود فيها أجهزة الجسم إلى حالتها السابقة بتقلبات مزاجية والمرور بمشاعر مختلفة ما بين حزن، خوف، توتر وغضب، وذلك بسبب عوامل عدة، منها انخفاض في مستوى هرموني الأستروجين والبروجسترون بعد الولادة. وتقترح منظمة الصحة العالمية أن تعتمد الأمهات على الإرضاع الطبيعي وحده خلال 6 أشهر الأولى من حياة الطفل، وذلك لما توفره من تغذية يحتاجها إلى جانب دورها في تخفيف حدة التوتر والانفعالات التي قد تمر بها الأم المرضع. ومن فوائد الرضاعة الطبيعية على الصحة النفسية للأم زيادة مشاعر المودة والترابط مع الطفل، تحسين الحالة المزاجية، وخفض مستويات الإجهاد وخطر اكتئاب ما بعد الولادة لدى الأم، تقليل التوتر والضغط النفسي والاجتماعي. ومن فوائدها عند الطفل تكوين وخلق رابطة أمومة أقوى بين الطفل والأم، أداء إدراكي أفضل، وانخفاض السلوكيات المزعجة أثناء الطفولة ومستويات التوتر وسلوكيات التجنب. ومن الطرق المفيدة التي تنصح الأمهات باتباعها لتخفيف التوتر وتهدئة الحالة النفسية أثناء فترة الرضاعة رياضة المشي، التعرض للشمس، والتنفس العميق الذي يساعد في وصول كمية أكبر من الأكسجين للدم والشعور بالارتياح. من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام. يسعد أوقاتك أستاذ راكان. بداية أستاذ، الكثير من الدراسات أشارت لفوائد وإيجابيات الرضاعة الطبيعية من الناحية النفسية لكل من الأم والطفل. خلينا نتناول فوائد وإيجابيات الرضاعة من الجانب النفسي. أهلا وسهلا. بداية أحب أن ننوه من قناتكم الكريمة إلى أن نحن في الشهر الثامن، وفي هذا الشهر نحتفل بالأسبوع العالمي للتوعية بالرضاعة الطبيعية. أود أن أقدم الشكر لجميع الأمهات اللواتي يرضعن رضاعة طبيعية من خلال قناتكم الكريمة، وأقول أن كل قطرة حليب تقدمها الأم لطفلها هي حب وعناية وليست فقط عناية. طبعا الرضاعة الطبيعية تعود بالفائدة على الأم، بالفائدة النفسية على الأم والطفل على حد سواء. من الناحية النفسية التي تؤثر الرضاعة الطبيعية، كيف تؤثر على الأم؟ تؤثر على الأم من خلال إفراز هرمون الأكسيتوسين. طبعا هذا الهرمون هو معروف بهرمون الحب، والذي يساعد بدوره على تقليل مستويات التوتر والقلق لدى الأم. هذا الهرمون يفرز أثناء الرضاعة عندما يكون طبيعيا. طبعا الرضاعة الطبيعية تحفز الجسد الأم على إفراز هذا الهرمون. من المعروف أن هذا الهرمون يساعد على مشاعر الهدوء والراحة لدى الأم، مما يساعدها على التعامل مع مستويات القلق والتحديات اليومية التي قد تواجهها نتيجة الرضاعة الطبيعية. وهذا ما يسمى دكتور طبيا درء التوتر، أو ما يسمى درء التوتر. نعم. أيضا الرضاعة الطبيعية تعزز ثقة الأم بقدرتها من خلال رعاية طفلها، تلبية احتياجاته، وهنا أيضا يساعد الأم على الشعور بالرضا
ما يجعلها تشعر بالرضا. أي شخص يقوم بإنجاز أي عمل فهو من الطبيعي أن يشعر بالرضا. كذلك الأم عندما تقوم برعاية طفلها، الاهتمام به، تلبية احتياجاته، فتشعر برضا، وهذا أيضا يساعد على تحسين الحالة النفسية لديها. نعم. كمان دكتور لو نعرف فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل كمان. طبعا بس في نقطة عن فوائدها للأم اللي هي فائدة درء خطر اكتئاب ما بعد الولادة. نعم. من الطبيعي أو تشير الدراسات إلى أن الرضاعة الطبيعية تحفز على درء خطر الاكتئاب ما بعد الولادة، وهي ميزة تعتبر للرضاعة الطبيعية، بحيث إفراز هرمون الأكسيتوسين، الرضا بالنفس، هذه الأمور تساعد على درء الخطر هذا الاكتئاب. دكتور، تساعد الرضاعة الطبيعية على درء الخطر إصابة السيدات المرضعات باكتئاب ما بعد الولادة، تقلل من احتمال الإصابة أم أنه فعلا تساعد بنسبة كبيرة؟ طبعا تساعد بنسبة كبيرة، وهذه ميزة تعتبر للرضاعة نتيجة للعوامل نتيجة للعوامل منها إفراز الهرمونات، شعور رضا بالنفس، احتضان الطفل، أيضا التواصل العاطفي بين الأم وطفلها، كل هذه الأمور تساعد على درء خطر هذا الاكتئاب. فينا نستنتج أنه احتمال إصابة الأمهات المرضعات باكتئاب ما بعد الولادة تزداد عندما تكون رضاعة صناعية. تكون رضاعة صناعية. خلينا نتحدث أيضا عن فوائد الرضاعة الطبيعية من الناحية النفسية للطفل أيضا. طبعا بالناحية النفسية للطفل تعود على الطفل بعدة فوائد، منها وهي مشتركة، هي الفائدة بين الأم وطفلها، التواصل العاطفي الجسدي بين الأم والطفل. عندما تقوم الأم باستثمار الساعة الأولى من الولادة والتي تسمى الساعة الذهبية وتقوم باحتضان طفلها، هذا التواصل الجسدي يساعد على تقوية الرابطة العاطفية الجسدية بين الأم وطفلها، مما يساعد على إشعار الطفل بالأمان، كذلك إشعار الأم بالسعادة. من الفائدة الثانية التي قد تعود على الطفل، هي الرضاعة الطبيعية تعود بتطور الجهاز العصبي. الرضاعة الطبيعية، الأغذية الموجودة ضمن حليب الأم يساعد على تطوير الجهاز العصبي لدى الطفل، مما يجعله يشعر بالسعادة أكثر، حيث نقول أن الجسد السليم، العقل السليم ضمن الجسد السليم. مهما كان تطور الطفل العصبي أكثر، كلما كان تطوره العقلي أكثر، كلما كان ذلك يعود على صحته النفسية بإيجابية أكثر. نعم. أيضا من الناحية النفسية التي تعود على الطفل هو شعور الهدوء ومقاومة التوتر والقلق لدى الطفل. متى ما كان الطفل يرضع طبيعيا، متى ما كان هذا الهرمونات الموجودة ضمن حليب الأم والفوائد والمواد اللي توجد ضمن حليب الأم تساعد الطفل على أن يكون أهدى، تواصله الاجتماعي مع المحيط أكثر، مما يعود بالفائدة النفسية من حيث تقبل المجتمع المحيط لهذا الطفل. إلى جانب هذه المحاسن والفوائد اللي ذكرتها أستاذ راكان، هناك تحديات وصعوبات تواجهها الأمهات المرضعات، لو نتحدث عن هذه التحديات. بالنسبة للتحديات النفسية التي تواجه لهم، من الطبيعي الرضاعة الطبيعية كأي أمر من أمور الحياة قد تواجه الأم بعض التحديات النفسية التي منها شعور القلق بشأن كمية الحليب أو الإرهاق. وهنا من الضروري تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للأمهات حتى يتجاوزن هذه التحديات. بتضيف؟ تفضل. لا تفضل. تحدثنا عن احتمال إصابة الأمهات باكتئاب ما بعد الولادة. تقل نسبة إصابة الأمهات بهذا الاكتئاب بدرجة كبيرة عندما تكون الرضاعة طبيعية، وهذا الأمر يشير إلى أن هناك قد تصاب بعض السيدات بها، وهو احتمال وتحدي كبير لدى السيدات. خلينا نعرف أكثر حول هذا الاكتئاب أستاذ راكان. بالنسبة للاكتئاب ما بعد الولادة، من الطبيعي أن تشعر الأمهات أو بعض الأمهات بالكآبة النفاسية. طبعا هذا مختلف عن اكتئاب ما بعد الولادة. طبعا هذا مختلف عن اكتئاب ما بعد الولادة. طبعا هذا يصيب السيدات من اليوم الأول أو حتى اليومين الأوليات من بعد الولادة، الكآبة النفاسية إلى مدة الأسبوع أو الأسبوعين الأول من الولادة. إذا تطورت أعراض لدى الأم من خلال الشعور بالقلق أو الحزن أو فقدان النشاط، هنا قد يتطور إلى اكتئاب ما بعد الولادة، الذي قد يصيب الأم في الأسابيع الثلاثة الأولى من الولادة وحتى السنة الأولى.
ولكن من الأشهر من الأسبوع الأول حتى الأسبوع الثالث قد يتطور إلى اكتئاب ما بعد الولادة، متى ما شعرت الأم بفقدان المتعة وفقدان النشاط، الحزن المستمر، القلق المستمر. هنا يجب أن تسأل أو تستشير أخصائي نفسي حول هذا الموضوع من أجل الحصول على الدعم المناسب. إذا تطورت الحالة أو استمرت حالة الحزن والقلق لدى السيدة المرضعة من أسبوعين لثلاثة وتطورت لأكثر من هيك الأعراض، هون بتحولت لاكتئاب ما بعد الولادة، يجب مراجعة المختص والدكتور الطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي. نعم، كثيرا يعني ما يتم الخلط بين المفهومين، يعني اكتئاب ما بعد الولادة والكآبة النفسية. الدكتور الاثنين بيتم معالجتهم؟ أكيد طبعا، اثنين يتم معالجتهم. الاكتئاب مشكلة شائعة ويتم معالجته سواء بالدعم النفسي الاجتماعي أو عن طريق العلاج الدوائي الذي يصرف من قبل الطبيب. عندنا استطلاع أستاذ راكان، خلينا نسمع للاستطلاع يلي أجروه زملائنا فريق راديو بوير FM حول موضوع حلقتنا. بنسمع لآراء الناس وبنرجع لنتابع الحوار. تفضل. التحديات النفسية التي تواجه الأم المرضعة، طبعا الأمهات اللواتي لا يمارسن الرضاعة الطبيعية هن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، يصابون بالاكتئاب، وعندما يلجؤون إلى الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية يتم فيها الغدة النخامية حيث تفرز هرمون الأكسيتوسين. هالهرمون هو اللي مسؤول عن إعطاء المشاعر الإيجابية في الجسم، أي يصبح جسم له طاقة إيجابية، يعطي طاقة إيجابية. أما الآثار النفسية على الرضاعة الطبيعية، الرضاعة الطبيعية لها أثر إيجابي على بالنسبة للأم حيث لا تصاب بأمراض. أكثر الأمراض التي يصاب بها الأم هو سرطان الثدي. بداية الرضاعة الطبيعية لها تأثيرات إيجابية ونفسية بكل تأكيد. تعزز الرابط العاطفي والروحاني بين الأم والطفل، حيث يشعر الطفل بالأمان والحماية، ويساعد في تطوير الثقة والراحة النفسية، لأن حليب الأم يحتوي على أنواع من البروتينات والهرمونات التي تساعد على نمو الطفل. يقلل من الاكتئاب ما بعد الولادة في كثير من الأحيان. مما قامت الرضاعة الطبيعية تصاب بحالة من الاكتئاب وكثير من اضطرابات نفسية بسبب خلل الهرمونات وفقدان شعور السعادة والقلق والإحباط. في بعض الأحيان الرضاعة الطبيعية بتكون لها تأثير سلبي في صحة الأم النفسية، وممكن تعاني بعض الأمهات المرضعات حالة من خلل الهرمونات اللي بتسبب العديد من المشاعر السلبية أثناء الرضاعة الطبيعية، واللي ترتبط برد فعل الجسم للهرمونات اللي تفرزها الرضاعة الطبيعية. ممكن هذا الشيء يقلل ضعف الترابط بين الأم وطفلها، وهو شيء سلبي أكيد للأم والطفل. هلا أكيد كل أم مرضعة بتواجه تحديات وصعوبات كتيرة ومختلفة عن غيرها أثناء الرضاعة الطبيعية. أبرز هي الصعوبات فينا نقول إنه هي صعوبة الاستيقاظ مبكرا أو عدم النوم أساسا، لأنه كلنا بنعرف إنه الطفل بيكون بحاجة إنه يتم رضاعته كل ساعتين أو 3 ساعات، فهالشي بيكون صعب كتير على الأمهات الجدد فينا نقول. كمان الرضاعة الطبيعية فينا نقول تأثير سلبي على جسد المرأة، مثل أنه الإصابة بالالتهابات أو حدوث فطريات في الثدي. فنتيجة لهي الآلام بتصير بعض الأمهات بيعانوا من فينا نقول بيعانوا من اضطرابات نفسية بتخليهم غير قادرين على القيام بالرضاعة الطبيعية. أما بالنسبة للتحديات النفسية، يعني هلا في تحديات نفسية كتير عم تواجه الطفل، عفوا الأم. مثلا هلا
إنه الأم مثلا يجيها ضغوطات من ناحية الشغل، من ناحية البيت، يجيها أحيانا إنه ما ترضع الطفل، أحيانا تنتقل من مكان لمكان، في هذا الشيء ينعكس سلبا على الطفل الصغير. أحيانا يحاول الطفل يكون يعني إنه بده يشبع خلص، يعني حد الطفل يعني تقريبا يعني حسب الوقت الحالي يعني نص ساعة لازم حتى يشبع. أحيانا الأمهات ما يعطوا الطفل كفايته، فبقى هذا الشيء بيأثر عليه. الطفل أحيانا بيضل يبكي، يعني بيضل يبكي، أحيانا فيه وجع، أحيانا فيه شيء، يعني أحيانا ما يكون السبب أبدا إنه شيء هيك. فمثلا إذا في الأم مرض مثلا الرئة، مثلا الكلى، هالشي بينتقل من الأم للطفل، لهيك لازم أحيانا إنه ياخذوا الإجراءات، يعطوا اللقاحات المناسبة للطفل، يعني حتى الطفل يقدر يكون يحصل على كافة المكملات من غير ما يتعرض للأذى. هلا الرضاعة الطبيعية هي أحد العوامل المهمة للوقاية من الاكتئاب ما بعد الولادة، وهلا فينا نقول إنه الأمهات يلي ما عم يمارسوا هالرضاعة بيكونوا كتير عرضة للإصابة بأمراض الاكتئاب. وكمان من فوائد هالرضاعة الطبيعية إنها من أهم العوامل اللي تحمي الأم من هالإصابة بالاكتئاب ما بعد الولادة. والفوائد النفسية كمان لها كتير فوائد نفسية، مثل بتزيد من مشاعر المودة والمحبة بين الأم والطفلة. من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام، وصباحك أستاذ راكان. استمعنا لآراء الناس ضمن الاستطلاع، كيف شفت الآراء؟ طبعا آراء جيدة، في منها الصحيحة بشكل عام، في منها بعض المعلومات التي تحتاج لتصحيح. بالنسبة للثقافة السائدة بالمجتمع، أكيد الأمهات التي لديهن تجربة في الرضاعة الطبيعية لديهن خبرة جيدة. من خلال الرضاعة الطبيعية الأم قد تكسب الخبرة، وهنا ننصح الأمهات الجدد بالاستماع إلى الأمهات التي لديهن تجربة في الرضاعة الطبيعية. من خلال الأحاديث اللي استمعت لديها من الاستطلاع على الرأي اللي أجريته، بعض الأمراض، حديث بعض الأشخاص عن الأمراض التي تنتقل. طبعا حليب الأم مهما كانت الحالة الصحية اللي تكون بها الأم، عدا يوجد لديها الأمراض الوبائية مثل التهاب الكبد الوبائي، هنا ينصح أن لا ترضع رضاعة طبيعية. من أيضا ذكرت بعض السيدات أن التهاب الثدي أو الفطريات، وهنا هذا يعتبر مشكلة يقبل علاجها ولا توقف الرضاعة الطبيعية من أجلها. وهذا من التحديات التي تواجهها الأم، وهنا ممكن نتجاوز هذه التحديات من خلال التوجيه والإرشاد للأمهات. تناولنا هالنقاط أستاذ راكان بحلقتنا السابقة يلي كانت عن الرضاعة الطبيعية من الجانب النفسي. الدكتور أشار للأمراض يلي لازم السيدات إذا كانت مصابة أو مصابة بهن فما ترضع الطفل بشكل طبيعي درءا لعدم إصابة الطفل بأي مرض أو عدوى. الآراء كانت استوفت كل الأفكار تقريبا. تحدثوا عن احتمالية الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، قالوا أنه يكون الإصابة فيها أقل إذا كانت الرضاعة الطبيعية. البعض تحدثوا عن خلل الهرمونات اللي بتصير مع السيدة أثناء الرضاعة الطبيعية. هون حابة استفسر إذا كان خلل الهرمونات لدى السيدة هل ممكن يؤثر على الحالة النفسية لدى الطفل إذا كانت السيدة لسبب أو لسبب آخر لا تستطيع أن ترضع طفلها؟ يعني بالنسبة للحالة الجسدية أو النفسية التي تمر بها الأم، هذا لا يغير من خصائص حليب الأم. قد تقل كمية الإفراز، يصبح حليب الأم أقل، ولكن لا يؤثر على خصائص الحليب الذي تفرزه بشكل كبير جدا. وينصح باستمرار الرضاعة الطبيعية، لأن فوائد الحليب الرضاعة الطبيعية تبقى أفضل من الرضاعة الصناعية، الحليب المتوفر في الأسواق. أستاذ راكان، هون يعني تحدثت قبل قليل معك عن مقولة لفت انتباهي تقولها السيدات والجدات منذ القدم، وهي ارضعيه حليب الغنم ولا ترضعيه حليب الزعل.
وكمان قيل أيضا حين تحزن الأم حليبها يهرب من صدرها. هذا أو هالمقولتين بتشيران لنقطة مهمة، وهو مسألة أهمية الصحة النفسية للأم وتأثيرها على الطفل. ما أهمية الحالة المزاجية للأم؟ من الطبيعي أن تكون الحالة المزاجية تؤثر على إنتاج الحليب وعلى كمية الحليب الذي تنتجه الأم. وتحدثنا أنه مهما كانت الحالة المزاجية للأم فهي لا تغير من خصائص الحليب، قد تغير الكمية، تقل من إدرار ويبقى حليب الأم أفضل من حليب الغنم أو حليب البقر من حيث النظافة التي توجد في ضمن حليب الأم أو الفوائد التي يحتويها، وأيضا من خلال الخصائص التي يحتويها حليب الأم وفوائده للطفل. حليب الغنم لا يحتوي على جميع المكونات التي يحتاجها الطفل مثل ما هي متوفرة بحليب الأم. حتى صحيا حليب الغنم ممكن يحتوي على جراثيم، ممكن لا يتم طهيها بشكل جيد، وقد يعرض الطفل للأمراض. وهنا ننصح الأم بالاستمرار بالرضاعة الطبيعية مهما كانت حالتها المزاجية. الحالة المزاجية للأم عدا أن يكون اكتئاب ما بعد الولادة، طبعا هناك الكثير من الحلول التي تغير من الحالة المزاجية للأم وسنتحدث عنها إن شاء الله حاليا. ولكن يبقى حليب الأم أفضل. نحترم الجدات على هذا الرأي، ولكن الرضاعة الطبيعية هي أفضل من حليب الغنم. لربما الجدات تشرنا بهذه المقولات لمسألة أهمية الحالة النفسية وتأثيرها على خواص الحليب أثناء التوتر أو أثناء الحزن أو الزعل. تحدثنا أن الدراسات تشير إلى أن حليب الأم لا يتغير نوعا ما، ولكن فوائده تبقى قليلة، إنما تتغير الكمية الجزء الأكثر على الكمية. الدراسات الأكبر تشير إلى هذه الرأي، ولكن هناك دراسات يعني أيضا قرأتها أنه بعض الدراسات تقول أنه ممكن هرمون التوتر أيضا يدار مع الحليب أثناء الحالة السيئة للأم. فهذه الدراسات برأيك ليست قد تكون موجودة ولكن قليلة قيد الدراسة تمام، وتكون قليلة الانتشار. قليلة الانتشار. تحدثنا عن تحديات عدة أستاذ راكان تواجه الأمهات المرضعات خلال فترة الرضاعة الطبيعية. نبحث أيضا عن الحلول الممكنة والمقترحة لهذه التحديات. هذه التحديات التي قد تمر بها الأم ممكن أن نواجهها من خلال مجموعات الدعم. دمج الأم خلال الولادة أو المقبلة على الولادة أو التي قد ولدت منذ أيام قليلة ضمن مجموعات الدعم للأمهات. أيضا ممكن أن نقوم بتقديم الاستشارة النفسية للأمهات التي كثير مهم. طبعا الأم التي تواجه صعوبات نفسية نقدم لها الاستشارة النفسية. أيضا ممكن أن نواجه هذه التحديات من خلال تعزيز الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها النفسية على الأم والطفل. هذه الأمور قد تساعد الأم على تجاوز هذه التحديات بأقل الأضرار التي قد تواجهها. هذا الشيء بيعكس أهمية أنه السيدات اللي عندهم ولادات أولى يكون في عندهم نظرة مسبقة على كيفية الرضاعة الطبيعية بالشكل السليم. يعني في مقولة أو في آراء أحيانا تنتشر بالمجتمع أنه السيدة فطرة ستكون تعرف كيف ترضع طفلها طبيعيا، وهذا الشيء يعني غير سليم، تحتاج إلى أكيد طبعا مهما كانت الأم لديها خبرة وتجربة أكثر. على سبيل المثال الأم نفسها ستلاحظ الفرق بين تعاملها مع المولود الأول وعن الفرق من المولود الثاني أو المولود الثالث، فتكتسب الخبرة من خلال التجربة. إذن لا تكون متعلمة كل شيء بالفطرة. كمان الدكتور بحلقتنا السابقة أشار لنقطة مهمة، إنه كيفية إرضاع الطفل رح يؤثر على الطفل جسديا، أيضا ممكن يصاب ببعض الأمراض أو الإصابات إذا كانت وضعية إرضاع الطفل غير سليمة. فهذا الشيء كمان بيعكس إنه ضروري السيدات يكونوا عندهم نظرة مسبقة بكيفية الرضاعة بالشكل السليم. نتحدث أيضا أستاذ راكان عن نقطة مهمة، وهو أنواع الدعم اللي ممكن نحن نعطيها للسيدات. من ناحية الدعم
في الأيام الأولى ما بعد الرضاعة. نستطيع أن نقدم الدعم من خلال عدة أوجه. أولها عن طريق التوجيه والإرشاد، بحيث أن نقوم بتوجيه الرشاد والنصائح للأم حول كيفية تقوم بالرضاعة الطبيعية، ما هي الوضعيات الصحيحة للرضاعة الطبيعية، ما هي تقنيات إمساك الثدي بالنسبة للطفل. أيضا يمكن أن نقدم التوجيهات والإرشاد للأم من حيث التحديات التي قد تواجهها، مثل تشقق حلمات الثدي أو الاحتقان الثدي. متى ما كانت الأم عندها اطلاع معلومات كيف تتعامل مع هذه التحديات سيكون هذا جيد بالنسبة لها. أيضا يمكننا أن نقدم الدعم العاطفي للأمهات من خلال استماع إلى مخاوفهن، تشجيعهن وتقديم النصح لهن. التثقيف بالرضاعة الطبيعية للأم قد تقلل من التحديات؟ أكيد. متى ما الإنسان كان عنده علم بأي تحدي مسبق، متى ما كان عنده معلومات أكثر، فهذا راح يساعد على أنه يتعامل مع هذه التحديات بطريقة أفضل ويجاوز هذه المشاكل بطريقة أسلس. أستاذ راكان، حلقتنا يعني تقريبا انتهت. عندي سؤال أخير. لربما هناك من الأمهات اللواتي تستمعنا لنا يكون هناك أم بحالة نفسية سيئة أو تكون لديها حالة اكتئاب ما بعد الولادة، ما هي النصائح التي ممكن أن نحن نوجهها للسيدات؟ سأجيب على سؤالك، ولكن بعد أن أضيف فقرة بسيطة. فضل. وهي تكلمنا عن الدعم العاطفي وتبقى الدعم العملي. الدعم العملي وهنا يترتب بالدرجة الأولى على الأسرة والزوج بشكل خاص، من خلال رعاية الأطفال الآخرين، من خلال تقديم المساعدة بالأعمال المنزلية، وأيضا من خلال تقديم بعض الأمور التي تساعد الأم على الرضاعة الطبيعية، مثل مضخات الحليب والوسائد الخاصة بالرضاعة. أما بالنسبة للنصائح التي قد نقدمها للأم اللي تعاني من بعض المشاكل النفسية، يفضل أن تمارس الأم الرياضة بعد الولادة، يفضل أن تراجع الطبيب بعد الولادة، يفضل أن متى ما شعرت أنه لديها مشاعر حزن أو قلق عالية أن تراجع الأخصائي النفسي أو الطبيب النفسي. أيضا يفضل أن تكثر الأم من التعرض للشمس صباحا باكرا، يفضل أن تكثر الأم من ممارسة الهوايات التي تجد سعادتها أو تحبها. يفضل أيضا أن تمارس الأم ولا تنقطع عن نشاطاتها الدائمة حتى ولو كانت بشكل أقل. النوم الكافي، الرياضة الصباحية والمسائية، الهوايات، كلها تساعد على تقليل أعراض الاكتئاب لديها وتخفيف التوتر. بختام لقائنا، إذا حابب تضيف أي شيء أستاذ راكان تفضل. في الختام، على الأمهات جميعا أن يتذكرن أن الرضاعة الطبيعية ليست فقط تقديم الحليب، إنما تقديم الحب والحنان والعاطفة دائما وأبدا. الأم ليست فقط هي الوحيدة المعنية بهذا الأمر، إنما الزوج معني من خلال تقديم الدعم والمساندة لها. ومتى ما كانت الأم تربي أطفالها بشكل إيجابي، متى ما عاد على الطفل بشكل إيجابي وكان الطفل سوي أكثر من غيره، وخاصة في أول أيام الرضاعة كتير مهم يكون هالدعم موجود من الوسط المحيط للأم المرضعة. كتير الشكر لك أستاذ راكان الأحمد، أخصائي نفسي، كنت معنا تناولنا موضوع الرضاعة النفسية من الجانب النفسي، الرضاعة الطبيعية من الجانب النفسي. وكتير الشكر لمتابعي بوير FM، مستمعينا يلي استمعتوا لنا عبر الموجة 103.5 من قامشلو وريفها، ومشاهدينا عبر البث المباشر لصفحتنا على موقع الفيسبوك بوير عربي. انتظروني بحلقات قادمة، معي أنا شف حسن، إلى اللقاء. بوير FM. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا.